اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده لو فيديو من فيديوهات الاجانب اقسم بالله هيجيب اكتر من مليون لايك. انا نفسي تقدروا مجهودنا زي ما بره بيقدروا مجهود الناس. الست اللي ب 100 راجل اللي متعلقه في المطبخ دي هتعمل النهارده انجاز تاريخي. احنا دلوقتي في مطبخ بتاع ست مسنه ربنا يديها الصحه عايشه لوحدها، فصلوا على النبي واذكروا الله قبل ما تقولوا اي كلمه وحشه في حق صاحب المطبخ. انا قلت لكم ان دي ست مسنه. صلوا على سيدنا محمد تاني وتعالوا اوريكم المطبخ عامل ازاي قبل ما نشتغل فيه. وانتوا بتتفرجوا على المطبخ يا ريت تسمعوني، احنا بننزل حاجات زي كده كتير بس بنلاقي كومنتات بتعيب في صاحب المكان وبتشكك في نظافته، ومن غير ما تعرف ظروف الناس ايه، ومن غير ما تعرف ايه القصة اللي ورا المكان اللي احنا بنصوره. فالناس بتشوف الكومنتات دي بتتضايق جدا ان احنا نزلنا صور الحاجة وبتزعل مننا ومنكم. فانا اعتقد ان لازم الاول نعرف ايه ظروف المكان، لان فعلا كل بيت وليه قصة وليه ظروف والله اعلم بالظروف. ممكن يكون حد مسن، ممكن يكون سيدة مريضة، ممكن يكون في 30 ألف سبب يوصل أي منزل إن هو يوصل للحالة دي. فأنت كل عليك أنت تدعي إن ربنا يحميك ويحمي بيتك من أي حاجة توصله أو تحطك في ظرف يوصل بيتك لحاجة زي دي. وأنا من رأيي إن مهما كانت الظروف لو حتى إهمال من الست اللي عايشة في البيت أعتقد إن إحنا ملناش دخل يا جماعة. يعني يعني نقول كلمة حلوة يا خلاص نتفرج ونستمتع بالشغل اللي بيحصل نشوف قبل وبعد، فملناش دعوة بظروف الناس. ربنا يحمي بيوتنا كلنا وما يوصلش بيوتنا ان هي يبقى فيها حاجة توصلها للحالة دي. وعلى فكرة كمان اصلا اكتر حاجة بتشجعنا كلامكم الحلو وتفاعلكم معانا واللايكات والشير، فانتوا لما تكتبوا كمان كلام وحش فبيبقى الموضوع بالنسبة لنا بصراحة بنحس ان مجهودنا بيضيع. لما بننزل فيديوهات زي كده وبنحاول نوصل لكم مجهودنا ونلاقي ان الموضوع رايح في حتة ان احنا بنشتم او بنعيب في صاحب المكان، بنحس بصراحة ان الناس مش بتبص لمجهودنا اصلا. الفيديوهات اللي زي دي احنا بيبقى غرضنا منها التوعية والتسويق للشغل بتاعنا مش اكتر، وان انتوا تعرفوا عننا اكتر وتعرفوا عن خدماتنا اكتر. مش هدفها خالص ان احنا نوريكوا اكتر من كده او نقول لكم بصوا المنظر عامل ازاي وبصوا ده ايه وبصوا الحاجات دي وحشة ازاي. مش هو ده غرضنا خالص. وانا بصراحة نفسي تصالحونا وتكتبوا لنا كلمة حلوة وتعملوا لنا لايك، ده بيفرق معانا جدا والله وبيشجعنا نعمل حاجات زي كده اكتر واكتر. اما بالنسبة للمطبخ ده فهو اخد كم شغل غير طبيعي. معلش انتوا ممكن تقلبوا الموبايل وانتوا بتتفرجوا لان التصوير ده كان والموبايل مقلوب، فاضطرينا نقلب لكم الصورة كده علشان تشوفوا الحاجة بشكل احسن. المهم المطبخ ده اخد وقت حوالي تقريبا احنا دخلنا الساعة 11. على فكرة هو كان في ناس كمان شغالة بره في باقي البيت، فاحنا بس كنا صورنا المطبخ علشان ما نجيبش تفاصيل البيت. احنا كنا حوالي 8 عمال في البيت، والست الكويسة الشاطرة الجميلة اللي قالت هخش اشتغل في المطبخ. هي من نفسها هي بتحب شغل المطبخ، فقالت انا هبقى مرتاحة كده وانا شغالة جوه مع نفسي فهي خدت بعضها وخدت عدتها وسرحت في المطبخ زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها. ربنا يا رب يعوضها خير عن المجهود ده كله. ودخلت المطبخ زي ما انتم شايفين بصراحة طلع عينيها بكل معنى الكلمة. المكان كان فيه كم دهون غير طبيعي وكم أتربة غير طبيعية، وطبعا كان فيه بواقي أطعمة كتير بقالها فترة كبيرة موجودة في المكان، وأكل متحاش تحت المطبخ والبوتاجاز. كان الموضوع صعب شوية بس الحمد لله ربنا كان مسهلها. تقريبا المطبخ ده أخد حوالي منها 6 ساعات شغل متواصل. آه، كنا احنا تقريبا خلصنا بره برضو، والموضوع كان سلس. هو تعبنا جدا جدا، بس النتيجة في الآخر هتعجبكم والله هتعجبكم جدا جدا. هيبان فعلا المطبخ وهيرجع زي الفل على فكرة. هي غسلت الأرفف من جوه المطبخ كله من فوق ومن تحت، وطلعت كل المواعين زي ما انتم شايفين في الفيديو. كل المواعين اتغسلت اللي طلعت من الأرفف والأدراج، حتى الشوك والمعالق والسكاكين والبلاستيك كل حاجة اتعملت، حتى الأجهزة الكهربائية والميكروويف، وكان في فرن والغسالة اللي ورا. دلوقتي بقى أنا هوريكم نتيجة، بصوا كده. هنا بقى التعب بتاع اليوم كله بيروح لما انت بتلاقي نتيجة لشغلك، لما بتلاقي الحاجة بتاعت الناس رجعت أحسن. البوتاجاز على فكرة احنا كنا غسلنا التاني وفاجئونا ان هم جايبين واحد جديد، فللاسف مش للاسف مبروك عليهم طبعا. بس اللي غسلناه ونضفناه نزلناه تحت وطلعنا الجديد. لو بقى في الاخر النتيجة عجبتكم وفعلا مقدرين المجهود بتاعنا، انا نفسي اشوف 200 الف لايك على الفيديو ده. وبرضه ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد.